بسم الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. يومكم فل وهنا وسعاده، وربنا يسعدكم بولادكم وفي حياتكم ويجعل ايامكم كلها سعاده يا رب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكامل الصحه. احنا النهارده رايحين نعمل ايه؟ هنذبح الفراخ البيضاء اللي عندنا، فاحنا برضو هتيجوا معانا نشوفهم ونذبح الفراخ ونشوف ايه اللي كبر ايه واللي صغير هنسيبه. كده بقى يا حبايبي ايه، هنخش جوه بقى عند الايه، عند الفراخ بتاعتنا. هنشوف الصغير واللي كبر وهنوريه لكم برضه. انتوا كنتوا بتقولوا ايه، عاوزين نشوف الفراخ، لان في ناس كانت جايبه معانا، فهم الفراخ بتاعتنا ايه، عدوا اكتر، مش عارفه والله، هم عدوا ال40 يوم يعني، فبقى لهم شويه كتار. فاحنا برضو ايه بنحش العلف برضو من قدامهم وايه. بسم الله ما شاء الله اهو، ربنا يرزقكم ويرزق كل من كان يا رب. الفراخ بتاعتنا اهي اهي. احنا برضو ايه ذبحنا منهم 2 برضو دلوقتي، وهننضفهم برضو معاكم. فاحنا ما نشوف برضو ايه، لا هنذبح 4، هنذبح 2 زي ما هنذبح الوقت، يعني الكهرباء ما قطعتش هنذبح. فربنا يرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يا رب. فدي ايه كانت الفرخه الصغننه اللي كانت ايه اخواتي اللي ماتوا، فنصير الصغير بيكبر، فمع طولة البال والبرد والاهتمام برضه كبرت وايه. بسم الله ما شاء الله. هي دي كانت يعني ايه اللي ماتوا كانوا ايه من زي الصغيره دي. بسم الله اهي. احنا بقى هنروح الوقت ايه ننضف اللي احنا ذبحناهم. هما كانوا 10، ذبحنا 2 ولسه دولت ايه، يعني احنا كنا جايبين 20 مات منهم 7 اهي. بسم الله ما شاء الله، يعني موازينهم حلوه اهي. بسم الله ما شاء الله اهي كده لسه اهي اهي. بسم الله ما شاء الله. رايحه فين يا بني؟ يشربوا بقى ميه. احنا بنشتري العلب، يعني اللي عنده فراخ كبيره زي دول يحط لهم ميه طول، يعني ايه لان الساعه دي بتبقى حر، علف مع الحر ده ما بيبقى صعب على الفراخ وايه. فبنشتغل قدامهم بقى العلف ونطفي اللمضه. احنا عندنا اصلا مركبين لهم مروحه هنا برضه، يعني مش عشان هم فراخ، لا احنا مهتمين منهم برضه وعاملين لهم ايه مروحه علوه منهم. مش يعني اذا كان هو بني ادم مش طايق الحر، هو الفرخ اللي هيطيقه، لا احنا برضو مركبين لهم مروحه. فهندورها برضو ونطفي اللنده دي، لان في لنده بتبقى ايه، في ناس بتجيب لنض عاديه من اللي هي الكبيره دي بتبقى نورها صعب شويه، فاحنا ايه مركبين لهم لنده من البيضه دي بقى لما الجو حر بقى عليهم. بسم الله ما شاء الله. هم ربنا يرزقكم ويوسع عليكم ويرزقكم يا رب برزق عيالكم. فاللي بربي يا جماعه، فاللي بربي برضو ما يعني بدل الشراء صعب. هما بياكلوا علف وكل حاجه، بس برضو ايه بيبقوا موجودين في البيت. احنا بقى مره مثلا بتبقى لحمه، مره سمك، مره دي مره دي. بسم الله ما شاء الله. هما كده بقى يا حبايب قلبي، الفراخ نضفناها ونقعناها وغسلناها ووضبناها اهو يا حبايبي. الفراخ بتاعتنا هي دي بقى تربيه البيت بقى يا حبايبي اهي اهي. فبرضو اللي بيتعب في حاجه بالآه، فانا حبيت اوريهم لكم برضو بعد ما نضفناهم وغسلناهم بدقيق وليمون ويعني ايه ريحتهم زي الفل وعمر. دي تربية بابا. ايه؟ لا والله بقى هو ما حضرهمش المره دي، بقى هو المره الجايه المرة الجاية هتبقى أكبر من كده. ايه المره الجايه بقى ان شاء الله هنبقى ايه. ميه سخنه اصلا كده بقى ايه. من بقول احنا غسلناهم غسيل حلو اهوت، فاحنا برضه هنسيبهم يتنقعوا ايه
شويه برضو ايه على ما برضو معانا حاجات تانية هنوريها لكم. ننقعهم برضو، حطينا لهم بتاع نحط لهم شويه ملح وشويه سكر واحنا غسلناهم بقى بدقيق وليمون وايه وطماطم زي ما انت عاوزه تحط وياهم بقى حط. الميه اصلا جايه سخنه من التلاجة. يلا ايه دي بقى الفراخ بتاعتنا. معايا برضو هنا ايه، معايا هنا برضو محشي بتاع ورق كرنب كان مسلوق ومحطوط في الفريزر، وهنا بقى ربطة شبت على كزبرة، وهنا برضو ايه كان عندنا برنجان في التلاجة برضو، فمش كتير يعني في كيلو كوسه وفيه بقى ايه البرنجان الابيض دي كان برضو معاهم فلفل اخضر. هنا بقى ايه شفشق ونص طماطم اهوت، لان انا ما بحطش معايا برضو توم هندقه للمحشي. هنا 3 بصلات اهمت. معايا برضو هنا ايه كزبره وكمون وملح حصى وشويه شطه وايه ومرق الدجاج قالب، يعني هو بتاع مرق الدجاج. هنا بقى هندور ايه الشغل برضو ايه. هنا بقى هنقلي بقى للمحشي بتاعنا. الولاعه فين بقى؟ انت الولاعه، انت خدت الولاعه بتاعتنا. هنا بقى هنقلي بقى للمحشي بتاعنا. بسم الله. احنا بقى يا جماعه عشان انتوا قلتوا ايه احنا ما ورنالكوش بقى تقوير البنات بتوعي بقى حبايبي ايه ساعدوني في الايه في تقوير البتاعه دي مع يعني ايه عملوه بالمقوره هنا اهوت. انا برضو عشان كنت بشتغل هنا برضو في الحاجه التانية ديت، هما برضو عملوه بالمقوره هنا اهو مقورونا اهوت، عشان برضو الامامير ايه حبايبي العرايس الصغيرين ايه يعرفوا اللي هو بيتعمل هنا بالمقوره. وبرضو نفس الطريقه البرنجان الابيض برضو هنا، وده معروف بقى ايه دي كان في الفريزر مسلوق عندنا. كده بقى التسبيكه بتاعتنا بقى بتاع مصطفى الله يرحمها هي نفس التسبيكه. عملتها ازاي بقى؟ ما هي بصل وطماطم وزياده، وهنا برضو ربطه الشبت وكزبره، وهنا برضو ايه 4 فصوص توم مقطعين اهم اهو. برضو هنحط برضو دولت كده نصهم بس. نصهم عشان نشوف احنا هنعمل ايه. والرز برضو بتاعنا احنا بنعير ايه، احنا عندنا طبقين كده بنعيرهم اهوت. بسم الله. حله سخنه؟ الحله سخنه امال انا مش راضيه في الشياس ليه. بقى برضه هنحط برضه البتاعه بتاعتنا اللي هتاخد برضه ربطه الشبت والكزبره برضه هتاخدهم. على صوت هتاخد ربطه الكزبره والشبت اهو. كده بقى ايه هنستعين بالجماعه بتوعنا دول عشان الكهرباء عادت هتقطع. انا هعمل محشي الكرنب وحد تاني برضه ايه حد هيجي يعمل معايا برضه محشي كمان. كده بقى يا حبايبي ايه حنان هي اللي حشت المحشي ايه الكوكتيل اللي هنا بقى فلفل وبرنجان وكوس. رايك بقى؟ دي الحله بقى تبع حنان دي. قولي رايك. الكمول يا 100 100 اهو. ده انت كنت هنا بقى المحشي ايه محشي بتاع الكرنب اهو. عارف بالراحه انت خفت كده. ده اللي بجري منه. يعني ايه بقى؟ يا ايه على فكره في ورق كتير متقطع. يلا بقى مش مشكله ماشي شويه. قطع مش ممكن تقولي هنا ورق سلام ولا جوه؟ انا حطيتهولك اهو. هو ده نحشي شويه بس.
المحشي اهوت. نخلص حشو ونرجع لها. لو الكهرباء ما قطعتش عندي الكهرباء دي ما حبيبك. حطه بالجنب علشان ما يوقعش الرز. كده حلو قوي. اطلع قدام بقى هنا عشان نهز الحله. ولسه بقى في معانا محشي كرنب امي بتعمله يا حبيبي. بس تسيبه بقى يغلي براحته لحد ما يغلي نبقى نقطع عليه. احنا لازم نساعد بقى. برضه. انت هتاجي ازاي كده يا حبيبي؟ هو جايب ايدي بس. احنا كده بقى البتاع كده بقى ما عندناش عاملين بقى. حبايبي برضو ولعنا على محشي الكرنب برضو اهوت. وهنا برضو المحشي اللي التاني برضو اللي هو بيغلي اهو. هنوطي عليه النار شويه. لازم بقى نوطي عليه. طبخنا الفراخ بشوربه، وبرضو قمنا عاملين معلقتين كاتشن على حبه فلفل اسمر كاتشن كاتشب. ده حاجه تلبخ كاتشن المهم هنحمرهم برضه في فرن البوتاجاز. بس احنا طبعا سلقناهم في بشوربه زي وحط اي لهم حاجه، نقطة زيت. حبه زيت في قرية الصينيه، يعني زي ما هنحمرهم بس في الفرن. الغدا بتاعنا خلص. وده بقى المحشي البرنجان وفلفل وكوسه، وهنا برضو مخلل وسلطه ومحشي كروم. ودي الفراخ بتاعتنا برضو طبخينها بشوربه، ودي الشوربه بتاعتنا. وده الغدا بتاعنا النهارده. بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد.